السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم في موضوع، يعني المفروض موضوع خطير قوي، أعلى من قيمة الرياضة ومن ممارسة الرياضة ومن التشجيع ومن الكورة. هنتكلم في موضوع أسامة أبو علي، بس من ناحية بصراحة تحزن. يعني الراجل ده أول ما النادي الأهلي جابه ما كانش حد يعرفه طبعا. الفدائي الفلسطيني البرومو بتاعه لسه قدام عيني، جايبين واحد عامل فيها مراسل وبيتكلم من فلسطين ومن غزة والفدائي وأصبح نصيب لغزة وفلسطين ويرتدي الفانيلا، وحسيت إن رحمة الله عليه طارق عبد الجابر بيتكلم من قلب الأحداث. ما علينا. جه أسامة أبو علي ولعب وأجاد وأخذ هداف الدوري، طبعا هو لعيب كبير ومهاجم كبير وكل حاجة، وسافر كأس العالم. وأسامة أبو علي عمل هداف، الفدائي أحرز، الفدائي عمل أسيست، الفدائي جاب فاول، الفدائي. جه بعد كأس العالم الراجل عايز يمشي، في لحظة اتغير كل الكلام. الخاين، العرب 48، الناس دي باعت قضيتها، الناس دي باعوا الأرض. ايه علاقة قضية فلسطين وغزة بالكورة؟ ليه أصبحنا شيء كده غريب ماسخ؟ ليه؟ يعني عشان الكورة، عشان لعيبها يمشي، عشان انت تبين ان مفيش قصور في الإدارة، عشان تهيج الجمهور، عشان تعمل أي حاجة أيا كانت بقى تتاجر بالقضية الفلسطينية؟ ده احنا حاربنا اللي بيتاجروا بالدين، اللي بيتاجروا بالدين حاربناه وربنا نصرنا عليهم. خلاص مفيش قيمة، مفيش مبدأ نمشي عليه. والإعلاميين الصحفيين الناس المحترمة اللي بيغيروا 100 وش في ثانية، اللي كانوا بيقولوا الفدائي واللي كانوا بيقولوا دلوقتي ده خاين وده. طب ما كانش أصلا فلسطين، كان دنمارك، وانتوا اللي خليتوه يطلع الباسبور الفلسطيني واصبحتوا بتعرفوا ان هو الفدائي الفلسطيني. دلوقتي بنتكلم على فلسطين وغزة عشان الكورة. عملوا وسووا. يا جماعة عيب، والله العظيم عيب. اصبحت بيزنس واصبحت يعني احترافيه، عشان الواحد بس جواه غضب وحزن، خايف يعني يقول كلام ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه عليه، لكن مش للدرجه دي من التدني. دلوقتي اصبح اسامه ابو علي رايح امريكا للاعداء، ده هو اصلا دنماركي، ده السويد، ما اعرفش ايه علاقه كل الدول دي وظهرت مره واحده ازاي. والجماعه اخواتنا الاعلاميين، انا عايز اعرف يا جماعه انتوا بتتصالحوا مع نفسكم؟ طب حتى لما بتخش كده تقف قدام المرايه بتبقى انت راضي عن نفسك؟ لما بتقابل اهلك، لما بتقابل اصحابك وتسلم عليهم في عرف الرجوله، مش هقول لك عرف الدين ولا عرف المبادئ والاخلاق ولا لا، في عرف الرجوله، انت مبسوط من نفسك كده عشان تتربح، عشان تكسب فلوس، عشان تكسب شهره، عشان تحقق هدف او غايه؟ للدرجه دي تناقض نفسك؟ للدرجه دي من النفاق؟ في ايه؟ ده احنا مصريين يا جدعان، ده احنا اللي بيتضرب بينا المثل بالرجوله والجدعنه في العالم كله. المصري حر، المصري دمه حر، المصري مخلق. ايه ده؟ ايه علاقة الكورة اللي هي في الاخر متعة لب وسوداني؟ ايه علاقتها بقضية فلسطين اللي الناس بتموت وتحيا عليها، ويا رب نموت ونحيا عليها؟ ايه علاقة ده بلعيب كورة رايح في يلعب في امريكا، رايح يلعب في، مش ده اللي انتوا قلتوا له عصر احتراف في اسامة في زيزو وامام عاشور؟ ولا هو المبادئ بتتكلم بمكيالين ولا ايه بالظبط؟ الواحد جواه غضب وحزن، يعني ما توصلش للدرجة دي قضية فلسطين عشان فرقة كورة، عشان لعيب كورة؟ لا والله يا جماعة، لا والله. السلام عليكم ورحمة الله.